امبارح في يوم 2/4 بتعدي علينا ذكرى حزينة بس جميلة في نفس الوقت، وهي رحيل العراب الكاتب أحمد خالد توفيق. الراجل ده كتب 236 رواية مختلفة، وسلسلته ما وراء الطبيعة اترجمت للغات عديدة واتحولت لأفلام ومسلسلات كتير جدا، وحصل على جائزة أفضل كاتب عربي سنة 2016. والناس سمته العراب عشان كتب كتاب بعنوان يوتوبيا سنة 2008، وأحداث الكتاب بتحصل في سنة 2023. وبعد ما جت سنة 2023 بيحصل العجب، وبنشوف ان كل تنبؤاته كانت حقيقة بجد. ده غير ان اعماله خلت شباب كتير يقروا ويحبوا القراية، وقال انه هدفه بس ان يكتب على قبره انه جعل الشباب يقرؤون. وفي 2018 بيتوفى الاديب الكبير، بس سابنا عايشين معاه في قصص كتير، وتشوف كم من الناس اللي حزنت عليه يوم الجنازة بتاعته من قراءه والمعجبين بأعماله. والشباب راحوا عملوا له لفتة كبيرة وحطوها على قبره وكتبوا له عليها: جعل الشباب يقرؤون. الله يرحمك يا دكتور أحمد خالد توفيق. أحمد خالد توفيق.